اكيد زي ما اتكلمنا قبل كده، الثلاث نقاط اهم من اي شيء في الفتره الحاليه. بالتاكيد هي مرحله صعبه جدا، مرحله ما زلنا في صعوبتها رغم الفوز ده والفوز الثالث اللي انت حضرتك بتذكره، لكن احنا بنكون واقعيين جدا ومنطقيين جدا في تحليلنا الامور. احنا ما زلنا في مرحله صعبه قوي، عايزين نتعامل معاها بقلب جامد من حديد عشان نقدر نعديها. خدنا 4 لقاءات من اصل 9 في المرحله ديت، عندنا 5 متبقيين في الشهر ده، منهم 2 في افريقيا، فيا رب ان شاء الله الرحمن نكون موفقين. عندنا بعد كده الداخليه، وبعد كده او عندنا في وسط المباراتين بتوع افريقيا عندنا النجوم، وبعد كده يوم 17، وبعد كده مباراة افريقيا يوم 21، وبعدين نرجع على الداخلية 26، وبعدين ثم انبي يوم 30. فعايزين ناخدهم من قلب من حديد ان شاء الله الرحمن، عايزين نتعامل معاهم بمنتهى الجدية على اساس ان احنا نعدي الشهر ده باذن الله، وبعد كده يرجع لنا لعيبة تزيد من قوتنا قوة وتزيد كمان من اصرارنا اصرار، ونبدا نتعامل مع المباريات ومع التدعيمات. اعتقد ان شاء الله الرحمن ان احنا نظهر بالشكل اللي يليق. محمد شريف ظهر بشكل جيد جدا في الشوط الاول، يمكن كان صانع الهدف الاول مروان محسن، والثاني كمان تسبب فيه، لكن طلع في الدقيقه 60. هل كابتن محمد يوسف مثلا بيريحه ولا الامور ايه؟ كابتن محمد يوسف اهو سالوا قبل ما ارجع. كابتن محمد يوسف يعني طبعا اضرب الامور الفنيه، فممكن حضرتك تساله السؤال ده. كابتن زايد، مروان محسن النهارده ايضا بيهدر ركله جزاء. مفيش مشكله مروان انا واثق فيه جدا جدا جدا، زي ما عندي ثقه في كل المجموعه ان شاء الله الرحمن. وزي ما قلت لك يعني رغم ان في صعوبات بتزيد علينا في الفتره الحاليه، زي اصابه نجوم كتيره في الفرقه، واصابه حسام عاشور وسعد سمير النهارده، لكن انا قلت لك دي مرحله قلب جامد، فاللي هيخش الملعب لازم يكون عنده القلب بتاع النادي الاهلي والروح بتاعه النادي الاهلي عشان نعدي المرحله ان شاء الله. طمنا على اصابه سعد سمير، يمكن شفناه ماسك العضله الخلفيه. بكره هنعمل اشاعه وان شاء الله الرحمن يكون كله خير باذن الله. كلام كتير عن تدعيمات الاهلي في يناير، شفنا محمود وحيد، هل في حد تاني تم ضمه بشكل رسمي ولا لسه؟ لا يعني قطعنا خدنا شوط كبير قوي ان شاء الله الرحمن نقرب منه باذن الله. كلنا متاكد منه ان احنا على مطلع يناير بمكانه واسم النادي الاهلي، من خلال العناصر المتميزه اللي بتخوض اللقاءات الصعبه دي في ظل الظروف الصعبه ديت، ومن خلال العناصر الراجعه من الاصابات زي علي معلول واجاييه واحمد فتحي، وعندك كمان الشناوي ووليد ازارو، والمجموعه كلها مع التدعيمات مع العناصر الاساسيه اللي موجوده في الوقت الحالي. ان شاء الله الرحمن باذن الله نظهر بشكل كويس قوي في يناير باذن الله. مبروك كابتن سيد.